عمتم مساء المشاهدين الأعزاء. على طول كده الحلقة دي كانت صعبة وهي بتعمل صعبة عشان عدت البراميل، عشان دخلت في منطقة محظورة. مش متأكد اني فاهم ليه الحقيقة، بس يعني عموما عملتها عشان بصراحة فكرت ان لو خفت ابقى اولا جبان وابقى ثانيا بخبي راسي وراسكو في الرمل مع اللي بيخبي، وانا الحمد لله ولا كده ولا كده. قبل ما تسمعوا حصل ايه في الشارع، عايز الفت انتباهكم ان الناس كما هو متوقع في موضوع محظور زي ده كانوا زي ما تقولوا كده حريصين زيادة. محدش كان عايز يتكلم براحته قوي الا القليل، بس انا قعدت احفر برضه في محاولة لتطليع المستخبي. مش عارف نجحت قوي ولا لا، بس يعني ده اللي قدرت عليه ويكفيني شرف المحاولة المرة دي على الأقل. زائد اني كنت عايزكم تتفرجوا على عمليات الحفر والتنقيب دي، فما تزهقوش. ها، اسمعوا كويس الناس قالوا ايه. الحلقة دي محتاجة شوية صبر كده وتأمل، عسى انها تبقى مفيدة. حلقة النهاردة اصلا عندها موضوع، بس اللي هتتفرجوا عليه مش الموضوع بالظبط، بل الطريقة اللي الناس بتتعامل بيها مع الموضوع. حلقة النهاردة عن إلى الشارع. أنت مسلم ولا مسيحي؟ مسلم. استغربت سؤال؟ لا. عادي؟ عادي. تسمع ناس بتسألوا؟ لا. تسمع ناس بتسأل على ناس تانية يقول لك هو اسمه إيه ده، مسلم ولا مسيحي؟ السؤال بيبقى بريء زي هو ساكن فين كده، ولا بيبقى في بعض الأحيان؟ في بعض الأحيان بريء وبعض مش بريء، بس في كتير من الأحيان بيبقى بريء يعني. ياسر قول لي، أنت مسلم ولا مسيحي؟ مصري. يا سلام، ايه الحلاوه. انت مسلم ولا مسيحي؟ انا قبطي. بدايك السؤال ده؟ ابدا، بالعكس انا عايز اقول لك معلومه ظريفه. انا ابويا بنى شركه بقى لها 40 سنه في وقت شديد جدا وقبطي، وكل اللي ساعدوه كانوا مسلمين. وبقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ما عنديش مشاكل عشان ما اقدرش اقول سيدنا محمد مش رسول، زي ما حدش يقدر يقول سيدنا عيسى مش رسول. ممكن واحد صاحبي يكلمني في التليفون وانا مسافر يقول لي لا اله الا الله ولا سيدنا محمد رسول الله، عادي. يقول لك اقول له ليه يا عم، ما هو عادي، الموضوع سهل، لازم تكون سهل عشان تعرف تعيش. السؤال ده سخيف ولا انا بتهيألي؟ اقول لك حاجه قبل ما تكمل، بس انا مدرس ومدرس في مدرسه بنات. في مرة كده حصلت مشكلة بين البنات، عملت حاجة غريبة شوية. أعتقد كان أول فصل يحصل فيه الكلام ده في مصر. حصلت مشكلة بين بنت مسيحية وبنت مسلمة. والحكاية اتعالجت غلط، وحد يقول لي اتاخر واستنى وما تروحش، ودي هتحصل فيها مشاكل كتير. يا جماعة الولاد هيشدوا على بعض، الولاد بيتخانقوا، مالناش دعوة، إدارة المدارس تتصرف، إحنا موجودين في الحوش مع الولاد نلحقهم. كله بيهرب. قدمت شوية، المشكلة خدت شكل كبير وإهانات وكده. حليناها بطريقة بسيطة قوي. عارف عملت إيه؟ علقت في الفصل صورة للسيدة مريم وآية قرآنية في الكلاس. الفصل ده كانت البنت الأمينة بتاعت الرئيسة، يعني كانت مسيحية، والفصل معظمه مسلمين، ما عندناش قضية. بس تاني يوم كنت فاتن مع كام بنت مسيحيه ينزلوا ينظفوا المسجد بتاع المدرسه وتطوعوا، ومعاهم كام بنت مسلمه. المشكله اتلمت بسرعه قوي وما كانش في مشاكل. انت عارف ان انا كنت شاكك اعمل الحلقه دي ولا ما اعملش؟ والنهارده كنت شاكك اسال السؤال ده ولا ما اسالش؟ وبعدين لما سالتك دلوقتي وحكيت لي القصه اللي انت حكيتها لي دي، تاكدت ان انا عايز اعملها على الاقل عشان الناس يسمعوا القصه دي. فكرة السؤال أصلا، سيبك من إن أنت قبطي، أنا بتكلم على فكرة السؤال، ما أنا مسلم، بس فكرة السؤال مضايقاني، وعشان كده أنا عامل الحلقة دي. حلو قوي. أحترم أنا فكرة إن الفكرة مضايقاك ومضايقاني أنا كمان فكرة السؤال لسبب. إحنا الإعلام أو إحنا اللي بنجيب لنفسنا وجع الدماغ. يعني ما إحنا عايشين طول عمرنا، أنا عايش طول عمري ومع حواليا أصحاب. هختار انا ابيض واسود؟ لا قولي لي، ما تخضيش. ها؟ لا انت مسلمه ولا مسيحيه؟ مسيحيه. بدايك السؤال ده؟ على حسب يعني طريقه القائه، يعني اصل السؤال ملوش معنى، يعني ممكن حد يساله لي عشان ايه؟ يعني ايه سبب ان هم يسالوا؟ هو ده الموضوع على فكره. يعني ايه السبب ان هو يساله لي؟ يعني لكن ما بتضايقش طبعا، بالعكس.
بس الفكره بالنسبه لك مزعجه زي ما هي مزعجه بالنسبه لي. يعني هيسال يعني ايه سبب السؤال؟ ولا انت مسلمه ومسيحيه؟ مسلمة الحمد لله. غريب السؤال ده. والله هو غريب. استاذ ايهاب، حضرتك مسيحي ولا مسلم؟ انا مسيحي. استغربت السؤال؟ لا ليه؟ بيضايقك؟ لا. فكرته ما بتضايقكش؟ لا ليه؟ عشان انا مسلم وفكرته بتضايقني. كل واحد حر في رايه. عمر بص، عندي مشكله. اتفضل. المشكله هي ان من واحنا صغيرين بيقولوا بيفرجونا في الافلام يحيى الهلال مع الصليب، وبيدونا تربيه قوميه في المدرسه، وبيعملوا حاجات كده كتير بتقول ان كلنا واحد وحاجات كده. وانا عندي شبه يقين كده ان انا لو جبت 70 مليون مصري قعدتهم على الكنبه هنا وقلت لهم هل في اي نوع من انواع الفروق بيننا وبين المسلمين يعني والمسيحيين في مصر، هيقولوا لي لا ابدا كلنا اخوات وحاجات كده. بس في النص بقى في حاجات مش لايقه على الكلام ده كله، سواء بتسمعها من ناس معديه او بتسمعها في خطبه بتاعت جامع من خطيب مش مفروض يبقى خطيب ولا حاجه، او بتسمعها في برنامج تلفزيوني. لا، في الحقيقه في التلفزيون دايما حريصين على الحكايه دي. ايه اولا عندك تعليق على اللي انا بقوله ده ولا لا؟ والله يعني هو من زمان المسلمين والمسيحيين عايشين في مصر مع بعض، يعني ما يعني قصه التفرقه اللي انت بتقول عليها دي يعني انا عن نفسي ما حسيتهاش قبل كده. هو الاختلاف نفسه هيبقى في الدين او في الاعتقاد، لكن كبلد ان احنا عايشين مع بعض ده ما يمنعش ان الدين الاسلامي عمره ما منع ان احنا المسلمين يعيشوا مع المسيحيين. يعني ما قابلتش عند ناس تانية مش عاملين زي كده؟ انا مش بسأل عليك انت تحديدا شخصا، يعني بتسعى بشكل شخصي، انا بسأل شفت الحاجات اللي انا بحس بيها دي؟ شفت طبعا، ما انا عايش زيك في البلد فشفت طبعا. يعني في حاجه ولا ما فيش؟ في، بس ده يعني ان كان موجود يعني ما انا اقول لك يعني هو لازم الاول نفهم. بس يعني هو الدين الاسلامي ما فرقش ما بين يعني ان المسلم يعيش مع المسيحي في البلد. ده يعني الدين الاسلامي ما نهاش عن كده. فممكن تبقى في ناس مش فاهمه الحته دي او مش قادره توصل يعني بفكر كويس ان هي تفهم الكلام ده. فده عن طريق ان هم جهلوا الحته دي، فالموضوع وصل بيهم زي ما انت بتقول بقى، اللي هو الناس تبتدي بقى تفرق، تبتدي تحس ان في فرق ما بين الاثنين. ممكن في الاخر يوصل كده. يعني البني ادم عموما عدو ما يجهل. يعني الاسلام فيه التعامل مع كل الديانات ازاي، ولو شفنا مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام والسيره في تعامل. يعني انت عندك المدينه مثلا، دوله المدينه كان فيها يهود ومسلمين وكفار وثنيين، وكان كله بيتعامل على اسس واضحه. بس الفكره في الوضوح، احنا ما عندناش الوضوح هنا. الفكره في الوضوح والحكمه بتاعت استيعاب الناس المختلفين عنك. بالظبط كده. الناس اللي بتفرق معاهم دول بتفرق معاهم ليه؟ بتفرق معاهم في التعامل، مش عايز يتعامل مع حد على غير دينه. مش عايز يتعامل مع حد على غير دينه. يعني مش لازم المسلم بس يفرق معاه اللي هو مسيحي، ان هو ما يتعاملش مع واحد مسيحي، ممكن فعلا المسيحي كمان ما يتعاملش مع واحد مسلم. ايوه، يعني دي نماذج انت شفتها على فكره. انا بسال لان انا اصلا في حياتي كلها مش موجود هذا يعني هذه الطريقه مش موجوده. فانا بسال عشان انا علمت بقى ان في ناس، فبسال عامله ازاي اللي عاملين دول، عاملين ازاي؟ يعني في ناس اعرفها مسلمين ما بيحبوش يخشوا البيوت اصلا، ما يدخلوش بيت حد مسيحي. بالظبط كده. يعني الواحد بيستغرب من الطريقه دي. يعني الواحد في الكليه كان معايا زمايلي مسيحيين، يعني احسن من ناس مسلمين كتير جدا. طب والناس اللي عندهم المشكله دي درجه تعليمهم مثلا ايه؟ درجه ثقافتهم ايه؟ عادي، عالي. انا ملخبط يعني في الموضوع ده بصراحه. ايه اللي ملخبطني ان انا عندي شبه يقين كده ان لو جبت شعب مصر كله وقعدته على الكنبه وقلت له هو انت يعني عندك في راسك فرق بين المسلمين والمسيحيين، اقول له لا. بس لما بسال الناس بقى فعلا بتشوفوا ناس عندهم فرق بيقولوا فالناس اللي هم عندهم فرق دول فين؟ ما هم موجودين، بس ممكن ما يكونش حد بيصرح، او يعني ممكن احنا عندنا الاعلام للاسف بيقلب كل حاجه. يعني الاعلام ما بيقولش الحقيقه، يعني هو الاعلام بيبين الصوره الورديه دايما. يعني انا هو لو الناس اتكلمت بصراحه واوبن عادي هيبان ان ايه، مين اللي بيقول فرق ومين لا. انا مش عايز اكبر مشكله ولا عايز اقول ان في فتنه ولا عايز اقول، انا بس حاسس يعني مضايقاني اللي انت بتقوله ده تحديدا. مضايقني ان مفيش حد عارف حجم المشكله دي قد ايه، مفيش حد عارف
مصدرها منين؟ مفيش حد عارف قد ايه واصله الناس قد ايه، مفيش حد عارف حاجه. هو ما حدش عايز يعرف يعني.